معاكم النهارده. انا محمود عبد الرحمن، مسؤول التسويق بشركه اس ماركتنج. اس ماركتنج هي شركه تسويق تركيه. لو حابين تعرفوا اكتر عنها هتلاقوا اللينك بتاعها ان شاء الله في البرزنتيشن. ولو حابين تعرفوا اكتر عني هتلاقوا برضو اللينك بتاعي في البرزنتيشن. فسريعا هنعمل شير للسكرين ونبدا معاكم في البرزنتيشن. تمام، هنا smarting-agents.com وهنا محمود عبد الرحمن دوت اونلاين. ده اللينك بتاع الويب سايت بتاع اس ماركتنج وده الويب سايت بتاعي. المحاضرة بتاعتنا هي بعنوان أساسيات التسويق الإلكتروني in Online Marketing Fundamentals. طيب، التسويق الإلكتروني قبل ما نتكلم فيه ونعرف إيه هو وإيه أنواعه وإزاي نبدأ فيه، فإحنا في البداية محتاجين نعرف أصلا يعني إيه تسويق. لان بلاحظ ان كتير جدا بيبدا على طول باللي هو يدخل في التسويق الالكتروني من قبل ما يكون عارف يعني ايه تسويق، وده مش افضل حاجه. يفضل طبعا انت تكون عندك الباك جراوند، فاهم يعني ايه تسويق وفاهم ايه اساسياته، علشان لما تيجي تتكلم في التسويق الالكتروني تكون اوير بكل حاجه انت بتقولها. فنبدا بيعني ايه التسويق. لو بس حد ممكن يبعت لي على الشات او يفتح المايك ويقول لي الصوت تمام ولا لا. صوت تمام. تمام. اول حاجه يعني ايه التسويق او ايه هو التسويق؟ التسويق بكل بساطه ان انت عندك منتج او خدمه عايز توصلهم للعميل بتاعك من خلال قنوات اعلانيه. يبقى التسويق هو ان انت عندك منتج او خدمه عايز توصل المنتج او الخدمه دي للعميل بتاعك من خلال القنوات الاعلانيه. يبقى هي عملية توصيل قيمة معينة أو قيمة في المطلق للعميل بتاعك من خلال القنوات الإعلانية. القيمة دي ممكن تكون منتج، ممكن تكون خدمة. في ناس تانية بتقول إن ممكن تكون القيمة دي فكر، يعني في ناس بتنشر فكر، ممكن يكون في داعية إسلامي، ممكن يكون في حد بينشر لفكر معين، فبالتالي هو ممكن يكون فكر أو منتج أو خدمة. لكن أنا اقتصرت تسهيلا على المنتج وعلى الخدمة. يبقى التسويق منتج عايز اوصله للعميل وبيتم من خلال قنوات اعلانيه. ناس كتيره بتعتقد ان التسويق هو الاعلان بس، هو مقتصر على ان انا بطلع بالاعلان، لكن ده مش صح طبعا. هو التسويق بيتكون من اكتر من حاجه. يمكن في حاجه عندنا اسمها ماركتنج ميكس. الماركتنج ميكس ده هو بيقول لنا الماركتنج بشكل عام بيتكون من ايه. اتجمعوا في حاجه اسمها 4 بيز. الفور بيز اللي هو البرودكت، البرايس، البليس، البروموشن. كل حاجه من دي ما اقدرش استغنى عنها، كل حاجه من دي لازم تكون موجوده علشان العمليه التسويقيه تكون كامله وتتم بشكل صحيح. في ناس عملت اكسبانشن قدام وخلتها 7 بيس، زودوا ثلاث حاجات اللي هي البيبل والبروسيس والباكجنج، لكن مش حابب ان احنا نتكلم عنهم دلوقتي، خلينا في البيزكس بس. اول حاجه البرودكت. لازم يكون عندك منتج علشان تقدر ان انت تسوق له، لان انت لو مش عندك المنتج او الخدمه، فانت بالتالي مش عندك اصلا الحاجه اللي انت هتسوق لها، فما فيش عندك تسويق. المنتج بتاعك علشان تعرف تسوق له بشكل صحيح لازم يكون بيقدم قيمه حقيقيه للعميل، او بيقدم احتياج العميل اللي احنا بنسميها الكاستمر نيد. فلازم يكون المنتج بتاعك ليه جودة عالية، لازم يكون بيقدم الاحتياج بتاع العميل علشان تقدر ان انت تسوق له ويقدر اللي هو يشتري منك. تاني حاجة البرايس، السعر. المنتج بتاعك او الخدمة بتاعتك لازم يكون ليها سعر علشان تقدر ان انت تسوق لها. فطبعا في البرايسنج فليه اكتر من استراتيجي. في حد بيشتغل مثلا يسعر المنتج بتاعه او الخدمه بتاعته زيه زي الكومباتيتور او زي المنافسين او زيها زي السعر اللي موجود في السوق، وبيبدا يعرفك ويظهر لك المميزات بتاعه المنتج بتاعه علشان تبدا ان انت تشتري منه. في حد بيسعر اعلى من السوق بشويه علشان يدي لك زي ايحاء مثلا ان هو المنتج بتاعه افضل من اللي موجودين في السوق. في ناس تانية بتعتمد على التاريخ بتاعها، بتعتمد على الايمج بتاعتها، وتلاقيها بتسعر المنتج باضعاف اضعاف اضعاف. يمكن من اكتر الناس اللي شغاله بالاستراتيجي دي اللي هي بتعتمد على اسمها الماركات الكبيره زي ستاربكس او زي ايا كان، ممكن يكون في مثلا
تدخل كافيه عادي او قهوه عاديه تلاقيه بيقدم لك نفس البرودكت او نفس القهوه بنفس الكواليتي بتاعتها بنفس السيرفيس بكل الكلام ده. لكن تلاقي ان ستاربكس ضايف اسعار زياده جدا عن الكافيه العادي، رغم ان هو ممكن يكون بيأدي نفس السيرفيس وبيدي لك برضه نفس الكواليتي. لكن ستاربكس هو بيلعب على الماركه بتاعته، اللي هو بيضيف لك بيخلي الايمج بتاعتك تكون في حته تانيه، فهو بيعتمد على الاستراتيجي دي. وكذلك معظم البراندات الكبيرة، في ناس تلاقيهم بيسعروا أقل شوية من السوق لحد ما يبدأوا لهم ياخدوا حصة من السوق، وبعد كده يروحوا رافعين الأسعار بتاعتهم، يعلوا الأسعار بتاعتهم أو يغلوا الأسعار بتاعتهم تاني. فبالتالي البرايسنج هو أكتر من استراتيجي، كل واحد بيبدأ يدرس البيزنس بتاعه كويس ويشوف أنهي طريقة الأنسب ليه. تالت حاجة هي البليس أو المكان اللي أنت هتبيع فيه المنتج بتاعك أو الخدمة بتاعتك، سواء كان محل على أرض الواقع، أو سواء كان في معرض كبير، أو سواء كان على الإنترنت. البروموشن وهي العملية الإعلانية أو العملية الترويجية للمنتج أو الخدمة بتاعتك، وده اللي احنا هنتكلم فيه قدام. زي ما قلنا في بعد كده قدام عملوا اكسبانشن للفور بيس، بقت 7 بيس، ضافوا فيها البيبل اللي هم الكاستمرز تقريبا، والبروسيس او اللي هي العمليه اللي هي عمليه الشحن والاوبريشن والكلام ده كله، والباكجينج عمليه التغليف. لكن انا فضلت احنا نتكلم على الفور بيز الاول عشان ما يحصلش زي لخبطه. احنا كنا اتكلمنا ان عمليه التسويق هي ان انا عندي منتج او خدمه عايز اوصلهم للعميل بتاعي من خلال القنوات التسويقيه. طب ايه هي القنوات التسويقيه؟ القنوات التسويقيه بتتقسم عندي لحاجتين. اول حاجه هي اوت باوند، وتاني حاجه ان باوند، اوت باوند ماركتنج وان باوند ماركتنج تشانلز. طيب الاوت باوند يعني ايه والان باوند يعني ايه؟ احنا في البدايه بنرمز للاوت باوند بالميجافون الرمز ده، وبنرمز للانباوند بالمغناطيس ده. الاوت باوند ماركتنج هو التسويق التقليدي او التسويق العادي، هو ان انت بتخاطب كل الفئات، الفئات المهتمه بيك والفئات اللي مش مهتمه بيك، وبتعرفهم بالمنتج بتاعك. طيب الانباوند ماركتنج هو ان انت بتخاطب بس الناس اللي مهتمه بمنتجك، وبتجذبهم، بتعمل لهم زي اتراكشن او بتخلق عندهم يعني هم فعلا في حاجه بيدور عليك وهو محتاجك وعنده اهتمام بيك، فانت بتطلع بالاعلان فبتجذبه ليك. فده الانباوند ماركتنج. الانباوند ماركتنج اللي هو التسويق اللي احنا اللي هو التسويق الجديد اللي احنا عارفينه، زي التسويق على منصات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والانستجرام والسناب شات والتيك توك، التسويق على محركات البحث زي جوجل مثلا، او التسويق عبر الايميل اللي هو تبعت لحد ايميل او حاجه، التسويق بالايميل. طيب الاوت باوند ماركتنج اللي هو التسويق بقى القديم شويه، اللي هو التسويق على التلفزيون، الاعلانات اللي على التلفزيون، او الاعلانات اللي على الراديو، او الاعلانات اللي بتكون اللي احنا بنشوفها في اليوفط اللي على الشوارع، او في الفلايرز، او الحاجات دي كلها، المطبوعات عموما. فده كله بيندرج تحت الاوت باوند ماركتنج. اما الانباوند ماركتنج فاحنا اتكلمنا عنه. يبقى احنا قلنا ان التسويق منتج عايز اوصله للعميل بتاعي من خلال قنوات التسويق. عرفنا ايه قنوات التسويق. طيب العميل بقى بتاعي انا بعرفه ازاي؟ انا بعرف العميل بتاعي من خلال حاجه اسمها اس تي بي موديل. الاس تي بي هو اختصار لسيجمنتيشن، تارجتنج، وبوزيشننج. سيجمنتيشن اللي انت بتبدا تقسم الجمهور بتاعك لفئات، طبقا بقى للجندر، للجنس، اذا كان رجاله او اذا كانوا بنات، طبقا للعمر من 20 ل 25، من 30 ل 35 ايا كان، طبقا للاهتمامات، طبقا للهوايات. بتبدا تقسم الجمهور بتاعك حتى كمان طبقا للمنطقه الجغرافيه. بعد ما بتبدا ان انت تقسمهم، بتبدا في تتارجت، تشوف انت هتارجت انهي فئه من دول. يعني انا مثلا قسمت الجمهور بتاعي للبنات من 15 سنه ل 25 سنه مثلا، وقسمتهم برضو بنات من 25 سنه ل 30 سنه، وقسمت الاولاد من 15 ل 25 ومن 25 ل 30، وقسمتهم كمان حسب الدوله، مصر والامارات والسعوديه وتركيا. فده مرحله السيجمنتيشن. بنيجي بعد كده لمرحله التارجتنج. بنبدا مثلا هقول انا خلاص انا هستهدف الاولاد من 15 ل 25 سنه اللي موجودين في مصر، وممكن كمان استهدف البنات من 25 ل 30 سنه اللي موجودين في السعوديه. يبقى انا كده عملت سيجمنتيشن، قسمتهم لفئات،
التارجتنج، انا عملت او قررت انا استهدف انهي فئه في الفئات دي. باجي بعد كده للبوزيشننج. البوزيشننج انت عايز ازاي تظهر في منظور العميل بتاعك، يعني من ناحيه الكاستمر بروسبكتيف، انت عايز تكون تتزرع في دماغه ازاي، تتواجد في دماغه ازاي. لما يقرأ عنك او يسمع عنك يبقى هو عارف انت بتمثل له ايه. طيب عشان نفهم حته البوزيشننج اكتر، احنا عندنا ثلاث انواع من البوزيشننج: في الفانكشنال بوزيشننج، في السيمبوليك بوزيشننج، في الاكسبيرينشال بوزيشننج. الفانكشنال بوزيشننج، انت درست المنتج بتاعك كويس وعرفت ان المنتج بتاعك الجودة بتاعته قوية جدا، وعرفت ان المنتج بتاعك بيقدم فعلا الحاجة او الاحتياج اللي العميل بيدور عليها. فبتبدأ ان انت تشتغل على الفانكشنال بوزيشننج، تبدأ تطلع برسالة تسويقية بتقول له ان المنتج بتاعي فعلا هيأدي لك الغرض اللي انت عاوزه، المنتج بتاعك الجودة بتاعته عالية جدا. فهنا بنسميه الفانكشنال بوزيشننج. طيب انت في حته مثلا السمبلك بوزيشننج، انت بتلعب على حاجه تانية. انت بتخاطب الايمج بتاعت العميل، بتخاطب الايجو بتاع العميل بتاعك. بتقول له انت مش، انت لما تيجي لي او هتيجي مثلا تقعد في ستاربكس، فانت مش مجرد ان انت تشرب القهوه، لا انت هتبقى الايمج بتاعتك في حته تانية مثلا. يعني لما هتركب العربيه المرسيدس، فانت مش هتكون راكب اي عربيه، لا ده هتدي لك ايمج تانية مختلفه جدا. فده السيمبلك بوزيشننج، اللي انت بتخاطب العميل من الايجو بتاعته او من الايمج اللي انت هتضيفها له. طيب الاكسبيرينشال بوزيشننج، انت بتخاطب بقى العميل من حته تانيه، من حته التجربه، اللي هو المنتج بتاعك مش بيضيف له بس الحاجه اللي هو محتاجها. يعني في مثلا عندنا في مصر كان في براند ملابس مش فاكره، كان لسه من قريب كان عامل حمله اللي هو مع كل منتج انت تشتريه هو هيطلع نسبه معينه لمستشفى بهيه، مستشفى بهيه بتاعت سرطان الثدي. فهنا انت بتخاطبه ان هو مش المنتج بس، هو مش هيدفع او مش هيشتري منك المنتج بتاعك بس، لا ده هيشارك في حاجة تانية، هيشارك في اللي هو هيتبرع. ممكن مثلا يكون في مطعم على على النيل، او في مطعم موجود في الاهرامات، فيبدأ يطلع بالحملة بتاعته او الرسالة اللي هيوصلها للعميل، اللي هو انت مش بس هتيجي وتقعد في المطعم بتاعي او هتيجي وتشرب من عند حاجة، لا انت تكون قاعد قدام حضارة 7000 سنة، انت هتكون قاعد وشايف النيل قدامك والفيو العظيم ده. فهنا بيلعب على الاكسبيرينس بتاعتك، التجربة اللي انت هتاخدها او هتقوم بيها. يبقى في الاس تي بي موديل انت بتقسم الجمهور بتاعك لفئات، بتحدد انهي فئة اللي انت هتستهدفها وتشتغل عليها. بعد كده بتشوف الرسالة التسويقية اللي انت تطلع بيها للعميل، او هتتموضع في دماغ العميل من انهي زاوية او من انهي اتجاه، بحيث اللي هو لما اسمك يتقال قدامه فيبقى عارف انت بتقدم له ايه بالظبط. طيب ازاي بقى نعرف المنتج بتاعنا ايه الميزة بتاعته، علشان نشوف احنا هنعمل بوزيشننج من انهي حاجة في الثلاثة دول؟ فاحنا بنعمل حاجه اسمها سوات اناليسيز. في ناس تانية بتعمل حاجه اسمها بيستل اناليسيز. وكل حاجه من اللي احنا بنتكلم فيها هي ليها اكتر من طريقه وليها اكتر من حاجه ممكن تتعمل من خلالها، لكن انا بختار الحاجه اللي هي ممكن تكون سهله اكتر عشان نبسطها على الناس. طيب انا بدرس المنتج بتاعي من خلال حاجه اسمها سوات اناليسيز. الاس اللي هي السترينجثs والويكنسز والاوبورتونيتيز والثرياتس. ببدأ أدرس المنتج بتاعي، إيه نقاط القوة بتاعته، إيه نقاط الضعف بتاعته، إيه الفرص اللي موجودة في السوق، وإيه المخاوف أو إيه التهديدات اللي ممكن تقابلني. طبعا واضح إن أنا لما أجي أدرس المنتج بتاعي إيه النقاط القوة ونقاط الضعف بتاعه، فأنا كده بدرس بشكل داخلي. لكن لما أجي أبص على الفرص اللي موجودة في السوق أو التهديدات اللي موجودة في السوق، فأنا بدرس حاجة خارجية. يا مصطفى يا عادل. بعد كده في الماركتنج فانل. احنا قلنا ان التسويق، انا عندي منتج عايز اوصله للعميل بتاعي من خلال القنوات الاعلانيه. وبالمناسبه انا مش شرط ان انا اكون الهدف بتاعي ان انا اوصل للعميل عشان يشتري المنتج بتاعي، لا خالص. انا ممكن اكون عايز اوصل للعميل علشان يعرفني بس، يبقى ده هدفي اللي هو يعرفني، وقدام لما يعوز مثلا يشتري المنتج او حاجه يبقى يشتري براحته. لكن انا يبقى التسويق مش بهدف اللي هو يشتري المنتج بتاعك فقط، لا التسويق ليه اكتر من هدف.
فقلنا ان التسويق منتج عايز اوصله للعميل من خلال القنوات التسويقيه. طب هل انا هروح رايح للعميل واقول له خد اشتري المنتج ده بشكل كده مباشر؟ لا، احنا بنعدي على حاجه اسمها ماركتنج فانل. الماركتنج فانل ده بيمثل لي الباينج جيرني، رحله الشراء اللي بيمر بيها العميل او المشتري ايا كان. اللي هو في الاول ما بيبقاش عارف المنتج بتاعك، فبيبدا اللي انت تعرفه على المنتج بتاعك. بعد كده بتبدا تخش في حاجه اسمها كونسيدريشن، بتخليه يهتم اكتر بمنتجك ويبقى عنده الاهتمام اللي هو يشتري منك. بعد كده بندخل في المرحله الثالثه، في مرحله الكونفرجن، اللي هو ان احنا خلاص بقى في المرحله دي، في مرحله الكونفرجن هنخلي العميل فعلا يشتري منك. يعني انت خلاص جهزته وعرفته وخلقت عنده حته التوعيه بالمنتج بتاعك، بعد كده خليته يهتم بالمنتج بتاعك، بعد كده هنخليه بقى يشتري بالفعل المنتج بتاعك او الخدمه بتاعتك. بعد كده حته اللويالتي. اللويالتي دي اللي انت بتاخد العميل بعد ما بيشتري، بتخلق عنده حته الانتماء ليك، اللي هو مش مجرد اللي هو اشترى وخلاص ومشي، لا، انا عايزه يشتري مني مره تانيه ومره تالته، ويبقى ريفيرال لناس تانية يكلمهم عني فيشتروا مني. فتلاقي ان في حته اللويالتي، لو انت خليت العميل فعلا يبقى انتمائه ليك، هيبدا يكلم اصحابه او اهله او معارفه، يبدا اللي هم يدخلوا في مرحله الاويرنس. يبقى هو كده اخدهم من اللويالتي دخلهم في مرحله الاويرنس. الطريقه دي بنسميها الوورد اوف ماوث، وهي التسويق. ودي طريقه تسويق بشكل اورجانيك او بشكل مش مدفوع، انت ما بتدفعش فيه فلوس. حد اشترى من عندك، انت عجبته، فبيبدا اللي هو يسوق لك بنفسه ويعرف زمايله اصحابه، فبيبداوا يدخلوا في مرحله الاويرنس تاني وينزلوا لتحت. طيب دي الماركتنج فانل. في ناس تانية بيشتغلوا بحاجه اسمها ايه ده ثيوري، اللي هي الاي، يقول لك الاي اللي هي الاتنشن، الاي الانترست، الدي اللي هي الديزاير، والاي اللي هي الاكشن. اللي هو بيبدا بمرحله الاهتمام، ثم مرحله الاهتمام، ثم مرحله الرغبه في الشراء، ثم مرحله الشراء. فهو هنا قسمها لاربع حاجات، فهي تقريبا نفس الفانل. فاحنا اخترنا الحاجه برضو الابسط. طيب، احنا دلوقتي عرفنا المنتج بتاعنا، وعرفنا ايه الميزه بتاعته، وعرفت الجمهور بتاعي، وعرفت هقسمه ازاي، وايه الجمهور اللي انا هستهدفه، وعرفت ايه القنوات التسويقيه. طيب، احنا لما بنيجي نشتغل ويجي مثلا عميل او حاجه وعايز ان احنا نسوق له، بنبدا نعمل ايه؟ احنا بنمر بحاجه اسمها بيديكا سايكل. بيديكا سايكل هي مش في التسويق بس، بيديكا سايكل هي موجوده في كل حاجه. بيديكا سايكل هي موجوده في كل حاجه. يعني انت لو شغال في مصنع او ايا كان، ففي برضو البيديكا سايكل. بيبدا اللي هو يخطط، وبعد كده يعني هنتكلم عنها دلوقتي. يعني المقصد ان بيديكا سايكل مش للتسويق بس، هي موجوده في كل حاجه تقريبا. البي اللي هي البلان، الدي اللي هي دو وتشيك واكت. البلان في مرحله التخطيط، احنا بنبدا ان احنا نخطط للشغل بتاعنا، بنبدا نعمل دراسه للسوق، بنبدا نعمل دراسه للمنافسين، بنبدا نعمل دراسه للمنتج او للبيزنس نفسه، بنبدا نشوف ايه المزايا اللي عندنا اللي هنطلع بيها بالرساله التسويقيه عشان نعمل البوزيشننج للجمهور، وبنبدا نعرف الجمهور بتاعنا، علشان في الاخر ناخد الحاجات دي كلها وندخلها جوه حاجه اسمها ماركتنج استراتيجي، او الخطه التسويقيه، او الاستراتيجيه التسويقيه. في الماركتنج استراتيجي احنا بنحطها لاي براند، بحيث ان احنا نبقى عارفين احنا عايزين نعمل ايه، وبناء عليها هنشتغل ازاي. فبنبدا نحط في الاستراتيجي ايه الاهداف بتاعتنا، سواء كانت الاهداف لمده شهر، لمده سنه، لمده سنتين، لمده 10 سنين. بنبدا نحط الاهداف بتاعتنا التسويقيه، بنبدا نحط هنشتغل ازاي بالاهداف، على الاهداف التسويقيه دي. اللي هو مثلا احنا هنعمل اعلانات على السوشيال ميديا، احنا هنتعامل مع انفلونسرز، احنا هنعمل سبونسرشيب، احنا هنعمل اعلانات على التلفزيون. بنبدا نحط القنوات اللي احنا هنشتغل عليها، القنوات التسويقيه اللي احنا هنشتغل عليها. بنبدا نحدد الجمهور اللي احنا هنستهدفه، بنبدا نحط البادجت بتاعتنا، اللي هو هنصرف كام في المده دي. بنبدا نحدد الماركتنج فان اللي هنشتغل عليها، هل احنا هنشتغل على اويرنس الاول وبعد كده هنشتغل على كونفرجن، ولا هنشتغل على كونفرجن على طول، ولا ايا كان، وكل مرحله مدتها قد ايه، وكل مرحله هنصرف عليها قد ايه. فبالتالي الماركتنج استراتيجي هي بترسم لي الخطوط العريضه اللي انا هشتغل عليها. باجي من الماركتنج استراتيجي بخرج منها
الادفرتايزنج بلان، الخطه الاعلانيه، انا خلاص بقى حددت انا هعمل ايه، فابدا اعمل خطه للاعلانات، ابدا اشوف انا هشتغل على الفيسبوك ولا هشتغل على الانستجرام، وهصرف قد ايه على الفيسبوك وهصرف قد ايه على الانستجرام، وايه الهدف من الحمله اللي هطلع بيها على الفيسبوك وعلى الانستجرام، هل هي توعيه ولا هل هي مبيعات ولا هل هي الناس يشوفوا الفيديو بتاعي ولا هل هي ناس يعملوا لايكات على البيج بتاعتي. وببدأ أحدد الحاجات دي كلها. ببدأ برضو أخرج من الماركتنج استراتيجي الكونتنت استراتيجي، استراتيجية المحتوى. احنا هنشتغل بمحتوى عامل ازاي، لأن كل مرحلة من المراحل دي، مرحله الاويرنس ليها محتوى مناسب ليها، مرحله الكونسيدريشن ليها محتوى مناسب ليها، مرحله الكونفرجن ليها محتوى مناسب ليها، مرحله اللويالتي برضو ليها محتوى مناسب ليها. يعني انت في مرحله التوعيه بتبدا تتكلم عن البراند بتاعك، ولكن انت شركه تسويق، بتبدا تتكلم عن الشركه وانجازاتها وتاريخها وهكذا. مرحله الكونسيدريشن بتبدا تعمل محتوى تاني، مرحله الكونفرجن بتبدا تخاطبه بشكل مباشر ان هو يجي يتعامل معاك. مرحله اللويالتي ممكن تقدم فيها عروض للعميل بتاعك، لو انت اتعاملت مثلا معايا او ايا كان، فممكن اقدم لك برومو كود او حاجه تاخد بيها ديسكاونت. فكل مرحله من المراحل دي ليها محتوى معين، زي ما كل مرحله برضو ليها خطه اعلانيه معينه. والمراحل دي تقريبا برضو هي بنعدي بيها على اي برودكت او على اي سيرفيس. اي برودكت بيعدي بيكون في كيرف. يعني انت لو عندك منتج معين شغال عليه فبيكون ليه كيرف. انت الاول المنتج بتدخله السوق، فبيكون المنتج في مرحله ال يعني هحاول اعمل على البورد، اشرح الحته دي على البورد. تمام. انا كده فتحت الوايت بورد بس مش عارف هي شغاله ولا لا، فلو مش شغاله يا ريت حد يفتح المايك ويقول لي. احنا اي منتج عندنا بيعدي بيه التشارت ده. بيبقى في البدايه المنتج مش معروف، فبيبدا يبدا اعرفه بالناس، وبيكون بالشكل ده. يبقى اول حاجه انا بعدي المنتج مش معروف، فهو بيكون في مرحله الانترودكشن. بيكون المنتج في مرحله الانترودكشن. بعد كده بيبدا المنتج ينمو ينمو واحده واحده، ودي بنسميها مرحله الجروث. وبعد كده بنلاقي ان المنتج بتاعنا وصل للبيك. هنا كده في مرحلة هنا كده وصل للبيك او الميوتيرتي فيز، اللي هو خلاص هو هنا وصل للتوب. يبقى اي منتج بيدخل للسوق في مرحلة الانترودكشن، بعد كده بيبقى في مرحلة الجروث، التنمية. يعني هو الاول بعرفه بالعميل، بعد كده بيوصل لمرحلة النمو، بعد كده بيوصل للبيك اللي هو وصل للتوب في اعلى مراحله. بعد كده بيبدأ ينزل مرة تانية واحدة واحدة زي أي حاجة في الدنيا. لازم بيبقى فيه كومباتور جديد دخل أو حاجة، فبيبدأ البيك بتاعه ينزل لتحت. دي بنسميها مرحلة الديكلاين. فكل منتج أو كل سيرفيس أو كل حاجة بتعدي في المراحل دي. حتى إحنا كبني آدمين أصلا أو كأشخاص بنعدي بالمراحل دي. بتلاقي الشخص في البداية هو لسه طفل، بعد كده بيبقى شاب، بعد كده بيوصل لل40 سنة، حتى إذا بلغ أشده 40 سنة. فبعد كده بيبقى عجوز، وبيبدأ البيك بتاعه والريتم بتاعه بينزل. هكذا حتى احنا برضو في الدراسة او في الشغف او ايا كان، بنبدأ ان احنا نطلع لحد ما بنوصل لقمة الشغف، بعد كده بنبدأ ننزل تاني. فدي المراحل اللي بيمر بها اي منتج. وبناء على كل مرحلة من المراحل دي بنروح للماركتنج فانل بتاعتنا. فهنلاقي ان احنا في مرحله الانترودكشن بنشتغل على الاويرنس، في مرحله الجروث بنشتغل على الكونسيدريشن، وفي الكونفرجن بنشتغل اللي هي مرحله البيك ممكن نشتغل فيها في الكونفرجن. وبعد كده لما يبدا ينزل تاني بنروح رايحين للاويرنس والكونسيدريشن والكونفرجن ونشتغل مره تانيه.
فكده عرفنا ان احنا في مرحله البلاننج بنبدا ان احنا ندرس المنتج بتاعنا او البيزنس بتاعنا بشكل كامل. ايه نقاط القوه، ايه نقاط الضعف، المنافسين عاملين ازاي، السوق عامل ازاي، ايه فرص النمو، ايه فرص إيه التهديدات اللي قدامنا عشان نقدر ان احنا نعمل لها اوفركم، وكل الكلام ده. بعد كده بنروح عاملين الاستراتيجي العامه اللي هنمشي عليها، ونخرج من الاستراتيجي التسويقيه بتاعت استراتيجي التسويق بنخرج منها خطة إعلانات، وبنخرج منها خطة محتوى، وكل مرحلة بيكون لها خطة إعلانات وخطة محتوى. دي مرحلة البلاننج. طبعا الاستراتيجيز والكلام ده كله موجود منها حاجات، لكن ما حبيتش إن أنا أعرضها ونبدأ نمسكها بند بند علشان الناس ما تحسش بملل أو ما تحسش إن الموضوع كبير دلوقتي. بعد ما بنعمل الاستراتيجيات دي كلها ونخطط كويس، بنروح لمرحلة الدو او الاكزيكيوشن. بنبدأ ان احنا ننفذ الحاجات اللي احنا رسمناها. احنا قلنا هنعمل واحد اتنين تلاتة، واهدافنا واحد اتنين تلاتة، وهنجهز محتوى كذا، وهنعمل اعلانات كذا. فبنبدأ بقى ننفذ الحاجات دي، نجهز المحتوى ونطلع بيه الاعلانات. بعد كده بنروح لمرحلة التشيك انت بتمونيتور العملية ماشية ازاي. بتبدأ كل شوية تتابع الاعلانات شغاله ازاي، وتتابع لو في حاجات وحشه، يعني حاجات البرفورمانس بتاعها مش كويس، فبتبدا اللي انت تقفلها. حاجات يعني اللي هو انت بتتابع الاعلانات ماشيه ازاي والشغل بتاعك ماشي ازاي، علشان لو في حاجه محتاجه تحسين تبدا ان انت تحسنها. طب انت تابعت ولقيت ان في مشكله، فبتبدا ان انت تعالجها. المرحله المعالجه اللي انت بتعملها هي المرحله الرابعه اللي هي الاكت. اللي هو انت لو حاجه وحشه في اعلان مش شغال كويس فانت بتقفله. لو انت مثلا حسيت ان انت محتاج كرييتيف تاني او فيديو تاني، فانت بتبدا ان انت تعمله. فدي مرحله الاكت. يبقى احنا بنخطط، بننفذ، بنتابع وبنشوف البرفورمانس ماشي ازاي. بعد كده بنبدا ننفذ التحسينات. دي البيديكا سايكل. بعد كده هندخل على الاونلاين، لكن هنقف ثواني نرجع نعيد على اللي احنا قلناه بشكل سريع، ونشوف لو حد عايز يسأل في حاجة. احنا قلنا ان التسويق هو انت عندك منتج او خدمة اللي هي فاليو بتقدمها للعميل او عايز توصلها للعميل، وده بيتم من خلال قنوات تسويق، من خلال قنوات إعلانية. التسويق هو مش مجرد الإعلان بس، هو بيتكون من 4 حاجات، وفي ناس قالوا لا 7 حاجات، اللي هو المنتج والتسعير والمكان والإعلان أو الترويج ليه. وقلنا إن أنا في عندي نوعين من القنوات الإعلانية، في اوت باوند شانلز وفي ان باوند شانلز. الاوت باوند انت بتخاطب كل الفئات اللي مهتمه واللي مش مهتمه. الانباوند انت بتخاطب بس الناس اللي فعلا مهتمه بيك وبتجذبهم ليك، وده بيتم من خلال الاونلاين ماركتنج. بعد كده قلنا العميل بتاعنا بنعرفه ازاي او بنوصل له ازاي، ان احنا بنقسم الجمهور بتاعنا لفئات، وبنختار الفئات اللي احنا هنشتغل عليها. وبعد كده بنشوف احنا هنتموضع او هندخل للعميل ده من انهي زاوية تسويقية او من انهي استراتيجية. اللي هو انا لو المنتج بتاعي خدمته كويسة، او لو انا معتمد اكتر على الايمج بتاعتي. ومش شرط في الايمج ان هو يكون منتج سيء الخدمه او ايا كان، لا خالص، لان هو اصلا لو كان سيء الخدمه ما كانش هيوصل للمكان اللي هو فيه خالص. هو مجرد مثال عشان نوضح بس. يمكن في السمبل بوزيشننج كان في كومباوند عندنا في مصر من فتره قريبه، من سنتين 3، كان طلع وكان بيقول اشتري عند او اسكن عندنا في الكومباوند. الكومباوند هنا كله شبه بعضه، وما عندناش ناس دخيله او يعني في المعنى ده. فهو هنا كان بيعتمد على السيمبوليك بوزيشننج، ان الناس كلها هناك يعني فئه واحده او في نفس الليفل يعني. الاكسبيرينشال بوزيشننج زي ما قلنا هو ما بيعتمدش بس على المنتج بتاعه، هو بيعتمد على الاكسبيرينس اللي انت هتاخدها مع المنتج بتاعك، او المنتج اللي انت تشتريه، او الخدمه اللي انت هتستخدمها. قلنا احنا بندرس المنتج بتاعنا او الخدمه بتاعتنا او البيزنس بتاعنا كاوفرول من خلال السوات اناليسيس. اعرف نقاط القوه ونقاط الضعف الداخليين ليا، وبعرف الفرص والتهديدات اللي موجوده في السوق الخارجي. وبعد كده اتكلمنا عن الماركتنج فانل او الايدا ثيوري زي ما ناس تانية بتحب اللي تشتغل بيها. قلنا ان احنا بنعدي بالاويرنس، مرحله التوعيه، مرحله الاهتمام والتفاعل، ومرحله المبيعات، ومرحله اللويالتي، واللي انت تخلي العميل ولاءه ليك علشان يبدا بعد كده اللي هو يجيب لك
عملاء تانيين او زباين تانيين يبداوا يدخلوا في الفانل من اول الاوردرز. البيديكا سايكل بالمناسبه، هو هنا لما يرشحك لحد فهو بالفعل قام بدور الاويرنس، بدور التوعيه، لان هو خلاص هو عرفه بالمنتج بتاعك. فبتبدا انت بقى تدخله، او هو بعد كده الفيز الثانيه اللي هي الكونسيدريشن. قلنا البيديكا سايكل اللي هو انا بعمل بلاننج للبيزنس بتاعي او للماركتنج، بعد كده بعمل له الاكزكيوشن، بعد كده بتابعه واشوفه شغال كويس ولا لا، بعد كده بنفذ التحسينات اللي انا شايفها. دلوقتي هندخل على الاونلاين ماركتنج، والكور بقى بتاع السيشن، يعني ايه اونلاين ماركتنج ويعني ايه ديجيتال ماركتنج، ويفرقوا ايه عن الماركتنج العادي او التراديشنال، ازاي نقدر ان احنا نستخدمه، او بيتكون من ايه، او ايه انواعه. فقبل ما نتكلم في الحتة دي، فلو في اي حد حابب اللي هو يستفسر عن حاجة، فانا معاكم، يفتح المايك ويتفضل. مفيش حد عايز يستفسر عن حاجة؟ نبدأ نكمل. طب هو حد سامعني؟ انتوا موجودين طيب ولا ايه؟ حد طيب يقول لي انتوا موجودين. اه سامعينك دكتور. تمام. البلان نعملها ازاي؟ طيب هي البلان يعني حوار تاني حقيقي كبير. فكون ان احنا يعني دي سيشن انا بس عايز هي انترودكشن مش اكتر، فمش حابب ان انا ادخل في البلاننج قوي ونتكلم عن الاستراتيجي ونتكلم عن الادفرتايزنج بلان والكونتنت والكلام ده كله، علشان يعني هيبقى كتير قوي في اول سيشن. فممكن نشوف لو قدام لو قدام مثلا ممكن يبقى نعمل سيشن تاني نتكلم عن حاجه زي دي، لكن دلوقتي ما هتبقى كتير قوي بصراحه، مش مناسب نتكلم عنها دلوقتي. فتمام، خلينا نكمل. الاونلاين ماركتنج، الاونلاين ماركتنج اللي انت بتنفذ التسويق على الانترنت. انت خلاص عرفت يعني ايه تسويق، فبتبدا بقى ان انت تسوق للمنتج بتاعك على الانترنت. ده بكل بساطه الاونلاين ماركتنج. طيب الديجيتال ماركتنج، يعني في ناس كتيره بتعتقد ان الاونلاين ماركتنج هو الديجيتال ماركتنج، بس ده مش صحيح. الاونلاين ماركتنج هو جزء من الديجيتال ماركتنج. الديجيتال ماركتنج هو التسويق على المنصات الرقميه. كل حاجة بتشتغل بشكل رقمي هي ديجيتال، والاونلاين جزء منها. طب ايه هي الحاجات او ايه هي انواع الديجيتال ماركتنج اللي ما تعتبرش اونلاين ماركتنج؟ الاعلان على التلفزيون او الاعلان على الراديو، دول ديجيتال ماركتنج لكن هم مش اونلاين ماركتنج، لان التلفزيون والراديو ما بيستخدموش ال الانترنت. برضو الاس ام اس، رسائل الاس ام اس ما تعتبرش برضو اونلاين ماركتنج، هي ديجيتال ماركتنج. البوش نوتيفيكيشنز، لما يكون عندك ابلكيشن على الموبايل لعبه او حاجه وتلاقيه راح باعت لك نوتيفيكيشن اللي انت بقالك فتره ما دخلتش على الابلكيشن، فتروح انت تفتحه تاني وانت اصلا ما انتش فاتح الانترنت او حاجه، فده يعتبر ديجيتال ماركتنج لكن مش اونلاين ماركتنج. فالاونلاين ماركتنج هو جزء من الديجيتال ماركتنج، والديجيتال ماركتنج جزء من الماركتنج كله بشكل عام. نوع تاني برضو من الديجيتال ماركتنج اللي ما يعتبرش اونلاين ماركتنج هي اللوحات الرقميه اللي بتكون موجوده في الشوارع. بنشوف في يفط كده بيكون فيها حاجات او كلام بيتغير وبيروح وبيجي، فده يعتبر ديجيتال ماركتنج. بره بقى في الماركتنج، بره الديجيتال ماركتنج والاونلاين ماركتنج، في حاجات تانية زي البي ار، زي السبونسر شيب، في حاجات كتيره
غير الديجيتال ماركتنج والاونلاين ماركتنج، لكن خلينا نركز مع الاونلاين ماركتنج. يبقى بكل بساطه الاونلاين ماركتنج هو التسويق من خلال الانترنت. طيب، انواع بقى الاونلاين ماركتنج. في عندي اول نوع، النوع المعروف جدا والمنتشر، اللي هو التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا ماركتنج، اللي هو الاعلان على الفيسبوك والاعلان على الانستجرام على السناب شات على الحاجات دي كلها، هو سوشيال ميديا ماركتنج. في منه نوعين، في منه بيد، بتدفع فلوس علشان تعمل الاعلان بتاعك، وفي منه شغال بشكل اورجانيك، اللي هو انت مجرد ان انت بتنزل بوستات او بتنزل صور او فيديوهات على الصفحات بتاعتك، فده برضو يعتبر ماركتنج. لكن اورجانيك ماركتنج انت ما بتدفعش عليه فلوس. يبقى السوشيال ميديا ماركتنج في منها الاورجانيك الفري، او اللي انت ما بتدفعش عليه فلوس، وفي منه البيد اللي انت بتدفع عليه. في عندي بعد كده الاعلان على محركات البحث، وده برضو في منه نوعين، في منه بيد وفي منه بشكل اورجانيك. اللي بشكل اورجانيك اللي هو بنسميه السيرش انجن اوبتمايزيشن، اللي هو انت لما حد يجي يكتب حاجه معينه، يكتب مثلا شركه تسويق، فانا عايز اطلع له فوق يشوفني اول حد، بس من غير ما ادفع اعلانات، فده بنسميه السيرش انجن اوبتمايزيشن. طيب لو انا مش عايز، يعني عايز ادفع فلوس علشان اول ما يكتب شركه تسويق اظهر له فوق، فده بنسميه السيرش انجن ماركتنج، او اللي هو الشكل اللي هو بقى البيد، اللي هو البي بير كليك، بنسميه البي بير كليك. تدفع مقابل كل كليكه العميل بيضغط عليها، او كل نقره العميل بيدوس عليها. زي الاعلانات مثلا على جوجل، لما بتيجي تسرش على جوجل بتلاقي ان بيظهر لك لينك كده في الاول ومكتوب جنبه سبونسر او مكتوب جنبه اد. هو ده السيرش انجن ماركتنج او الباي بير كليك ماركتنج. في عندي الكونتنت ماركتنج. الكونتنت ماركتنج اللي انت بتستخدم المحتوى، او التسويق بالمحتوى، انت بتستخدم المحتوى علشان تسوق لنفسك او لخدمتك. ازاي؟ انت فاتح عياده وليكن عياده اسنان مثلا، بتبدا ان انت تنزل فيديوهات وتنزل مقالات وتنزل منشورات بتتكلم فيها عن الامراض بقى بتاعه الاسنان، وعن اهم الحاجات او الاحتياطات اللي انت لازم تاخدها علشان اسنانك ما تسوسش او الكلام ده كله. فبيبدا الناس تعرفك من خلال المحتوى بتاعك، وتبدا لا تتفاعل معاك. من ضمن الكونتنت ماركتنج مثلا البودكاست، يعني ممكن حد يعمل بودكاست يكون هدف البودكاست ده اللي هو يسوق للمنتج بتاعه او للخدمه بتاعته. ممكن برضو يبقى الويبينارز، نشوف ويبينارز كتيره بتتعمل هدفها هو كونتنت ماركتنج. بالمناسبه السيشن اللي احنا فيه دلوقتي هو يعتبر برضو كونتنت ماركتنج، لان انتوا لما دخلتوا السيشن ده فانتوا عرفتوا اس ماركتنج ايجنسي. كتير منكم هيدخل على اللينك ويعرف اس ماركتنج ايجنسي، فبالتالي اس ماركتنج ايجنسي اتعرفت ليكم، فده يعتبر تسويق. ولو حد مثلا عنده بيزنس معين وحابب اللي هو يتعامل مع البيزنس ده، هيبدا يكلم اكس ماركتنج ايجنسي، او هيبدا يكلم محمود، او هيبدا يكلم اي حد، ويبدا يتواصل معاه علشان ياخد منه الخدمه بتاعته. فبالتالي احنا دلوقتي في الكونتنت ماركتنج حاليا. في الايميل ماركتنج، وهو واضح من اسمه الايميل ماركتنج، اللي انت بتشتغل او بتسوي عن طريق الايميل، بتبعت ايميلات للناس. في الافيليت ماركتنج. الافيليت ماركتنج التسويق بالعموله، اللي هو انت عندك منتج فبتبدا تعال نتخيل مثلا امازون او نون، بمناسبه مقاطعه بس احنا بنتكلم هنا كمثال. امازون او نون مثلا بيبقى بيدوا كده للماركتيرز لينكات او روابط. لو حد دخل من خلال الرابط بتاعك ده واشترى المنتج، فانت بتاخد كوميشن او بتاخد عموله على المبيعه دي او المنتج اللي هو اشتراه. يعني انت بتخش مع نون او امازون او ايا كان الافيليت سيستم اللي انت تشتغل معاه، بتبدا ان هو يدي لك رابط معين، تبدا ان انت تسوق للرابط ده وتقول للناس ادخلوا على الرابط ده واشتروا المنتجات. ممكن تكون بقى بتديهم خصم مثلا معين او حاجه، فعشان كده هم يدخلوا على اللينك بتاعك. فيبدا اللي هو يدخل على اللينك ده ويبدا اللي هو يشتري منتج من امازون او من نون، وتبدا انت تاخد كوميشن او تاخد مبلغ معين على المبيعه او على كل مبيعه بتتم من خلال الرابط بتاعك. دول الاشهر الانواع بتاعه الاونلاين ماركتنج. طيب، مميزات الاونلاين ماركتنج. يمكن كان المفروض نتكلم عن السلايد في السلايد دي قبل السلايد اللي فاتت، بس مش مشكله. طيب ايه بقى مميزات الاونلاين ماركتنج؟ اول حاجه التارجتنج.
الاونلاين ماركتنج بيتيح ليك ان انت توصل للفئه المستهدفه بعينها، او تقرب منها. تقول له انا عايز بس رجاله بس، انا عايز بنات بس، انا عايز اللي في مصر بس، انا عايز اللي في امريكا بس. فالتارجتنج ميزه كبيره في الاونلاين ماركتنج ما تقدرش ان انت تقابلها في التراديشنال ماركتنج العادي، او حتى في الديجيتال ماركتنج. يعني انت لو طلعت باعلان على التلفزيون، فانت ما تعرفش هو هيظهر لمين. ممكن تكون انت عايز تظهره بس للي في القاهره، تلاقيه ظهر للناس في اسوان، ما تقدرش تتحكم فيه. ممكن يكون في حد اصلا في امريكا ويفتح القناه ويبدا اللي هو يشوف الاعلان بتاعك، فانت ما تقدرش تتحكم في الفئه اللي انت عاوزها. تاني حاجه الافيلابيلتي. الاونلاين ماركتنج هو متاح دايما، يعني anywhere anytime، في اي وقت في اي مكان الاونلاين ماركتنج موجود. انا مش مرتبط بايفنت معين عايز احضره علشان اسوق لنفسي، ولا انا مرتبط بالناس اللي لازم تعدي من على المحور علشان تشوف اليافطه اللي انا حاططها للكومباوند بتاعي. لا، ده موجود في اي مكان وفي اي وقت. كوست افيشنت، هو يعتبر اقل تكلفه بشكل ما عن التسويق العادي. يعني انت مجرد ان انت بتدفع للاعلان بتاعك، طبعا هو مش مجرد دفع الاعلان بس، انت المحتوى اللي بتجهزه ده فهو بتكلفه، والاعلان اللي بتطلعه بتكلفه تانية، والشخص اللي بيطلع لك بالاعلان فهو بتكلفه ثالثه. لكن ستيل هو يعتبر اقل تكلفه لما نيجي نعمل له كومباريزن مع التسويق العادي والحاجات اللي بيكلفها. فلا، هو يعتبر اقل تكلفه لما تروح مثلا عن اللي انت تروح تعمل اعلان في التلفزيون او ايا كان، يعتبر بشكل ما اقل تكلفه. ميجرابل، بقدر ان انا اقيسه، بقدر ان انا اشوف البرفورمانس بتاعه. اقدر اشوف كم شخص ضغط، كم حد اشترى، يعني اشوف ظهر لكم شخص وظهر كم مره لنفس الشخص. اقدر اشوفه، اقدر اعرف كم حد اشترى. يعني اقدر اقيس حاجات كتيره جدا فيه، على عكس التسويق العادي. انت لو حاطط يافطه هتعرف كم شخص كلمك من خلال اليافطه دي. طب هتعرف لو انت عامل اعلان تلفزيون كم شخص اشترى من خلال الاعلان اللي على التلفزيون ايا كان؟ لا. انا هنا لو طالع باكتر من اعلان، باكتر من صوره، بقدر اعرف انهي صوره في الصور دي. يعني ممكن اطلع ب 10 صور واكون عارف انهي صوره في الصور دي هي اللي جايبه لي المبيعات. ممكن يكون في صوره من ال10 صور جايبه 8 مبيعات، وصوره جايبه اعلان جايبه مبيعه، وصوره ثالثه جايبه مبيعه، وباقي الاعلانات مش جايبه ولا مبيعه. فاقدر اعرف انهي الصور او انهي الحاجات اللي جايبه لي فعلا مبيعات، وبناء عليه هقدر ان انا اعمل لها اوبتمايزيشن بشكل افضل وافضل وافضل. وده مش موجود في التسويق العادي او في التسويق الرقمي اللي هو مش اونلاين يعني. تو ويز كوميونيكيشن. هو تو ويز كوميونيكيشن يعني تقدر ان انت تتواصل مع العميل والعميل يتواصل معاك. انت لو طلعت باعلان على الفيسبوك فهو ممكن يعمل لك كومنت، ممكن يدخل يكلمك على الواتساب، ممكن يدخل يكلمك على الفيسبوك، ممكن انت ترد عليه. يعني في انتر اكتيف، في ناس بتتكلم وفي ناس بترد عليها. على عكس لما تعمل اعلان في الجورنال مثلا، فهو وان واي كوميونيكيشن، انت بتنزل بالاعلان بتاعك محدش يعرف يتواصل معاك مره تانيه. فده من اكبر ميزات الاونلاين ماركتنج، وان كان كله ميزات بصراحه. التشنجابيلتي، زي ما قلنا احنا نقدر احنا عرفنا انهي اعلان انهي صوره اللي شغاله كويس وانهي صوره اللي مش شغاله. فاقدر ان انا اغير الصوره اللي مش شغاله بصوره تانية، او اقدر ان انا اقفل الصوره اللي مش شغاله خالص وما اشتغلش معاها. دي كانت بعض المميزات. طيب، الكامبين ستراكشر. احنا دلوقتي دخلنا وعايزين نعمل اعلان فرضا على الفيسبوك مثلا. طيب، الاعلان على الفيسبوك بيتكون، او الاستراكشر بتاع الكامبين بيتكون من اكتر من حاجه. آه، بشكل اساسي بيتكون من الكامبين. تحت كل كامبين ممكن يبقى فيه ادست واحده، او اتنين ادسets، او ثلاثه ادسets، او اربعه ادسets، او خمسه ادسets، على حسب ما انت عاوز. طبعا بيكون فيه ليها ليميت، لكن انت مش توصل للليميت. فالكامبين، تحت كل كامبين ممكن تحط اكتر من ادست، تحت كل ادست ممكن تحط برضو اكتر من اد. الكامبين بتحدد فيها الهدف بتاعك. انت عايز توعية، تعمل توعية بالمنتج بتاعك، فبالتالي هيفضل يظهر لأكبر شريحة ممكنة من الناس، ولا عايزه مبيعات فبالتالي هو هيفوكس بس على الناس اللي ممكن تشتري المنتج بتاعك. تمام. يبقى في الكامبين بنحدد الهدف بتاعنا، وطبعا هنتكلم عن الأهداف قدام.
في الادسيت ليفل بنحدد البادجت بتاعتنا، احنا عايزين نصرف قد ايه. يعني عايزين نصرف جنيه ولا 2 جنيه ولا 3 جنيه ولا 1000 ولا مليون، ولا عايزين نصرف قد ايه، فبنحط البادجت بتاعتنا. بنحط التارجتنج بتاعنا، عايزين نستهدف ايه، ايه البلاد اللي عايزين نستهدفها، وعايزين نستهدف بنات ولا اولاد، طيب اعمارهم كام، طيب ايه اهتماماتهم. شفتوا الحته اللي اتكلمنا فيها في حته السيجمنتيشن والتارجتنج والبوزيشننج، هو ده بنبدا اللي احنا نستخدمه في حته التارجتنج. عشان كده بنتكلم في ان لازم تكون عندك الباك جراوند في الماركتنج بشكل عادي قبل ما تخش على الاونلاين ماركتنج، لان انت كل حاجه في الاونلاين ماركتنج بنستخدمها هي اساسها اصلا التسويق العادي، فانت لازم تكون اوير بالكلام اللي انت هتقوله او هتشتغل عليه. آه الكونفرجن لوكيشن. الكونفرجن لوكيشن بتبدا برضه في الادسيت ليفل، احنا قلنا بنحط البادجت بتاعتنا، بنحط الاستهداف بتاعنا، بنبدا نقول له احنا عايزين الترافيك يجي لنا فين، او الناس تخش تكلمنا فين بعد ما، يعني انت طالب الاعلان، فالشخص بعد ما يدوس على الاعلان يروح فين، هيروح لويب سايت، ولا هيروح للماسنجر مثلا، ولا هيروح للواتساب، ولا هيروح للابلكيشن بتاعك. فبتبدا ان انت تحط او تحدد له الكونفرجن لوكيشن بتاعك. يبقى هنا بنحط الاوبجيكتيف والهدف بتاعنا. بعد كده في الادسيت ليفل بنحط البادجت بتاعتنا والتارجتنج بتاعنا والكونفرجن لوكيشن او المكان اللي احنا عايزين الشخص يروح له بعد ما يضغط او ياخد الاكشن. بعد كده بنوصل للاد ليفل. الاد ليفل بنبدا ان احنا في الاد ليفل بنبدا ان احنا نحط الكرييتيف بتاعنا، الصوره او الفيديو بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه. وبنبدأ إن إحنا نكتب الكابشن بتاعنا، اللي هو الكلام اللي بيبقى فوق الصورة أو الكلام اللي بيبقى تحت الصورة كده على الشمال. بنبدأ إن إحنا نحط الديستنيشن، يعني أنت خلاص أنت فوق قلت له أنا بعد ما الشخص يضغط على الإعلان أنا عايزه يروح لويب سايت، فبتبدأ بقى هنا تحط اللينك أو الرابط بتاع الويب سايت ده. أنت قلت له يروح مثلا على الواتساب، فبتحط رقم الواتساب يعني، وهكذا. يبقى بشكل عام الكامبين انا بحط الهدف بتاعي، الادسيت انا بحط البادجت والتارجت اودينس بتاعي او الاستهداف بتاعي، وبحط المكان اللي انا عايز العميل يروح له. في مرحله الاد فانا بحط الصوره او الفيديو بتوعي والكابشن اللي انا عايزه يكون عليه، والرابط بتاع الويب سايت. طيب آه بعد كده الاوبجكتيفز. طبعا ده الاستراكشر ده بيكون موجود غالبا في كل البلاتفورمز، سواء بقى كان فيسبوك سواء كان انستجرام سواء ايا كان، فهو نفس الاستراكشر تقريبا. ممكن تلاقي بلاتفورم بتسميها اد سيت وبلاتفورم تانية بتسميها اد جروب، هي يعني المين كونسبت واحد ما بيتغيرش، او لو يتغير فهو فروقات طفيفة جدا يعني. الاوبجكتيفز بقى، احنا قلنا في الكامبين بنحدد الاوبجكتيف بتاعنا. طب ايه هي الاوبجكتيفز اللي موجوده بشكل عام في السوشيال ميديا بلاتفورمز، اللي هي التيك توك والسناب شات والميتا، سواء كان فيسبوك او سواء كان انستجرام. مقسمينهم هنا لاويرنس وكونسيدريشن وكونفرجن. الفانل اللي احنا كنا اتكلمنا عنها متقسمه برضو هنا نفس الكلام، اويرنس او كونسيدريشن او كونفرجن. مرحله الاويرنس، او لو انت اخترت الاوبجيكتيف بتاعك اويرنس، فهو الهدف اللي هو بيوصله لاكبر قدر ممكن من الناس بحيث ان هم يعرفوا البراند بتاعك ويتفاعلوا معاه. بروموت بليسز، لو انت عندك محل اوفلاين او مكتبه او ايا كان، يعني مكان اوفلاين على ارض الواقع وعايز الناس تروح له، فبتختار بروموت بليسز. طب مرحله الكونسيدريشن، لو انت عندك ابلكيشن وعايز الناس تنزله، يعني يدخلوا على جوجل بلاي وينزلوه، فبتختار الاب انستوليشن. طب درايف ترافيك تو ويب سايت ودرايف ترافيك تو اب، لو انت عايز الناس يروحوا الويب سايت بتاعك يقروا مثلا مقاله او حاجه تختار درايف ترافيك تو ويب سايت. كذلك الكلام لو انت عايز الناس تدخل على الابلكيشن بتاعك فدرايف ترافيك تو اب. الانجيجمنت، لو عايز الناس يتفاعلوا مع المحتوى بتاعك، يبداوا يعملوا لايكس يعملوا كومنتس يعملوا شير والكلام ده،
فبتختار انجيجمنت. كذلك برضو لو محتاج ان الناس تعمل لايك للبيج بتاعتك او فولو للانستجرام او ايا كان، هو برضه تختار الانجيجمنت. الفيديو فيوز باين منها ان انت محتاج الناس تشوف الفيديو بتاعك. الليد جنريشن دي الحاجه اللي احنا بنشوف لما بتضغط على اعلان على الفيسبوك او على ايا كان، بتلاقي فيه بوب اب طلع لك كده بيقول لك اكتب اسمك واكتب عنوانك واكتب رقم تليفونك. هو ده الليد جنريشن اللي انت المقصود بيه، اللي هو انت تضغط يطلع لك البوب اب ده تملى فيه البيانات بتاعتك. بنستخدمها لو انت مثلا مش عندك ويب سايت، فبتستخدم الليد جنريشن. طيب مرحله الكونفرجن، لو انت عاوز انت عندك ويب سايت وعايز الناس تروح للويب سايت بتاعك وتشتري مثلا منتج من هناك، او ياخدوا اكشن معين، مش شرط يكون اللي هو يشتري منتج. ممكن يدخل على الويب سايت بتاعك عشان يشتري منتج، ممكن يدخل على الويب سايت بتاعك علشان يشترك في كورس ويحط بياناته، ممكن يشترك معاك في خدمة تانية ويحط بياناته او ايا كان. فبتبدأ ان انت تختار ويب سايت كونفرجن، وبتختار الاكشن اللي انت عايز الفيسبوك يحاول يجيب لك ناس تاخد الاكشن ده. كذلك الاب كونفرجن برضو، لو انت عندك ابلكيشن وعايز الناس تدخل على الابلكيشن وتاخد كونفرجن او تعمل اكشن معين، اختار الاب كونفرجن. كتالوج سيلز هي حاجه لسه جديده، هي جزء او تعتبر مشابهه للويب سايت كونفرجن، وبنستخدمها في الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه. ان انت لو عندك منتجات كتيره، اكتر من منتج، محتاج انت مثلا متجر ملابس فانت عندك اكتر من منتج، فبتبدا تستخدم الكتالوج سيلز. الكتالوج سيلز ده اللي هو بيعرض لك، بيبقى فيه فيديو شغال بشكل اساسي، تضغط على الفيديو يطلع معاك لفوق كده وفي اكتر من منتج يظهروا لك تحت، يظهر لك المنتجات ويظهر لك اسعارها ويظهر لك لو في تخفيض عليها او حاجه. ده بشكل اساسي الاهداف الرئيسيه. وبالمناسبه الاهداف دي هي موجوده في الفيسبوك، هي اللي موجوده في السناب شات، هي اللي موجوده في التيك توك. يمكن مثلا هتلاقي في الفيسبوك بدل ما يقول لك ويب سايت كونفرجن، بتلاقيه مثلا يقول لك ايه سيلز، تخش على السيلز تروح محدد كونفرجن، فهي في الآخر. طيب بعد ما احنا عملنا الاعلان وجهزنا بقى الكامبين كلها وعملنا ببلش للاعلان، بتبدا تظهر لنا النتائج. بنبدأ إن إحنا نحلل النتائج بتاعتنا. عايزين نعرف أنهي إعلان اللي شغال وليه الإعلان ده اللي شغال، وعشان نبدأ إن إحنا نقفل الإعلان ده ونسيب الإعلان ده شغال، نزود البادجت هنا، نقلل البادجت هنا، ونبدأ نعمل التحسينات بتاعتنا. فده بيتم على الداشبورد. كل بلاتفورم ليها الداشبورد الخاصة بتاعتها. برضو نفس الكلام، كل داشبورد لها البلاتفورم، لها كل بلاتفورم لها الداشبورد بتاعها، لكن نفس الكلام، هي نفس الداشبورد تقريبا ما بيتغيرش فيها حاجه، ممكن بعض المسميات تختلف. هنا في التيك توك مثلا قايل لك كوست، في الفيسبوك هتلاقي قايل لك الاماونت سبنت او التوتال سبنت، فهي ما فيش فرق كتير. هنا قايل لك كامبين اد جروب اد، في الفيسبوك هتلاقي قايل لك كامبين اد سيت اد، يعني واحد تقريبا. طبعا حته اللي احنا نسيت اب الكامبين نفسها، نختار الاوبجيكتيف وندخل على الاد سيت، ونختار التارجت الجمهور بتاعنا، ونختار اللوكيشن والحاجات دي، ونحط البادجت والكلام ده. ده حاجه تانية، لكن برضو ما حبيتش ان انا اتكلم عنها في اول سيشن، بحيث ان اول سيشن احنا عاملينه للفاندامنتالز بتاعه الاونلاين ماركتنج، الاساسيات اللي احنا نخرج نكون اوير بشكل عام يعني ايه اونلاين ماركتنج، بنستخدمه ازاي، ايه البلاتفورمز المختلفه، ايه انواع التسويق الالكتروني، الحاجات دي كلها. فلما نيجي نعمل سيشن تانية قدام او حاجه نتكلم فيها عن الاعلانات على الفيسبوك، ونبدا نطبق فيها بشكل عملي، يكون الموجود فاهم احنا بنتكلم في ايه وعارف احنا بنتكلم في ايه، فما يتوهش منه. فاحنا بعد ما طلعنا بالكامبين وعملنا لها بابلش، بتظهر قدامنا الداشبورد دي. هنا بيكون موجود الكامبينز، اسماء الكامبينز، انا عامل لها هايد خفيها، فهنا بيظهر اسماء الكامبينز.
هنا بيظهر لك ماتريكس مختلفه، يقول لك الكوست، الريتش، الامبريشن، السي بي ام، السي بي سي، السي تي ار، الكونفرجن، الكوست بالكونفرجن، حاجات كتيره جدا وماتريكس كتيره جدا. بس انا ظهرت الماتريكس المهمه بس اللي احنا ممكن نركز عليها. لو ضغطت هنا على الاد جروب، يعني بيبدا بقى يظهر لك الاد جروبز اللي موجوده، او الاد سيتس اللي موجوده جوه كل كامبين. لو ضغطت على الاد فيظهر لك الادس اللي موجوده جوه كل اد جروب اللي موجود جوه كل كامبين، وهكذا. هنا بتلاقي مثلا ظهر لك الماتريكس المبالغ اللي انت صرفتها. هنا بيقول لك الريتش وصل لكام شخص. هنا يقول لك الامبريشن ظهر كام مره. هنا يقول لك السي بي ام، وهنا السي بي سي، وهنا يقول لك توتال المبيعات، كل كامبين جابت كام مبيعه، وتكلفه كل مبيعه كانت كام. اوكي. طيب المتركس دي هنتكلم عنها في السلايد دي، يعني كل مترك، الكوست، الريتش، الحاجات دي هنتكلم عنها يعني. ايه اهم المتركس اللي احنا لازم نكون عارفينهم علشان لما نيجي نحلل النتائج بتاعتنا نبقى عارفين احنا بنعمل ايه؟ اول حاجة الريتش، الاعلان بتاعك وصل لكام شخص. الاعلان بتاعك وصل لكام شخص، يعني ده وصل لكام شخص، الشخص مرة واحدة يعني. الامبريشن وصل كام مرة، توتال ظهوره كام مرة يعني. هنا الريتش بيتكلم على الانديفيدوال يوزرز، وصل لكام يوزر. ممكن يكون وصل ل 1000 شخص لكن ظهر 2000 مرة وكل شخص شافه مرتين، او ممكن يكون في اشخاص شافته 3 مرات. فالريتش يبقى ال 1000 مرة، الامبريشن يبقى 2000 مرة. ريتش وصل لكام شخص، امبريشن ظهر كام مرة توتال. اوكي. السي بي ام الكوست بير مايل، او الكوست بير 1000 امبريشن، التكلفه لكل 1000 ظهور. يبقى الريتش الوصول، الامبريشن اللي هو التردد او معدل الظهور. السي بي ام الكوست بير مايل، او التكلفه لكل 1000 ظهور. كل 1000 امبريشن تكلفتهم كام. السي بي سي الكوست، انا مش عارف، انا عمال اضغط والشاشه تتغير. السي بي سي الكوست بير كليك، التكلفة لكل كليك، يعني كل شخص ضغط على الإعلان بتاعك كلفك كام. طبعا بيحسب الكوست، التكلفة الإجمالية على عدد الكليكات، ويقول لك الكوست بير كليك كام. السي تي ار الكليك ثرو ريت، اللي هو معدل معدل التحويل، المعدل مش معدل التحويل، اللي هو كام شخص ضغط، يعني كام شخص شاف المنتج بتاعك وراح للديستنيشن بتاعك او الويب سايت بتاعك. يعني لو 1000 شخص شاف الاعلان بتاعك، كام شخص منهم راح للويب سايت، ده الكليك ثرو ريت. كام شخص وصل، او يعني كام شخص دخل على الويب سايت من التوتال الناس اللي شافت اعلانك. لو اعلانك ظهر 1000 مره، فكام شخص دخل على الويب سايت. لو ظهر الاعلان زي ما قلنا 1000 مره و100 شخص دخل على الويب سايت بتاعك، فبالتالي الكليك ثرو ريت هو 10%، وبيكون نسبه مئويه. يبقى الكليك ثرو ريت كام شخص شاف الاعلان ودخل على الويب سايت بتاعك. السي بي بي او الكوست بير بيرتشيز هو التكلفه لكل مبيعه. في ناس تانية تقول لك الكوست بير اكوزيشن، وده التعبير الاصح، بس انا قلت سي بي بي عشان ابسطها اكتر. السي بي بي الكوست بير بيرتشيز، التكلفه لكل مبيعه. في حد تاني يقول لك لا، هي الافضل نقول كوست بير اكوزيشن، يعني التكلفه لكل اكوزيشن. ومش عارف اكوزيشن يعني ايه، يعني التكلفه لكل اكوزيشن، اللي هو انت لو مختار اكشن معين، اللي هو ان شخص يسجل في الفورم، فبالتالي الكوست بير اكوزيشن الكوست لكل شخص عمل تسجيل للفورم كام. التكلفه لكل شخص اشترك في حاجه معينه. فالسي بي بي او السي بي اي الكوست بير اكوزيشن هي التكلفة لكل مبيعة أو لكل أكشن أنت بتتكلم فيه، أو أنت ضفته للفيسبوك أو للبلاتفورم عشان يحسبها لك. الكونفرجن ريت هو معدل التحويل، اللي هو كام شخص دخل على الويب سايت واشترى. لو 100 شخص دخل على الويب سايت بتاعك 10 منهم اشتروا، فبالتالي الكونفرجن ريت هو 10%. يبقى أنا لو عندي 1000 شخص شافوا الإعلان، 100 منهم دخلوا على الويب سايت، فبالتالي السي تي ار 10%. طب ال 100 اللي دخلوا على الويب سايت 10 منهم اشتروا،
يبقى الكونفرجن ريت 10%. طيب الرواز او الريتيرن اون اد سبند، ده ماتريك مهم جدا عشان يعرفني انا ماشي ازاي والبرفورمانس بتاع الكامبين بتاعي عامل ازاي. يعني ايه الريتيرن اون اد سبند او العائد على الاعلانات او على مش عارف ايه على الاعلانات او العائد على الاعلانات، اللي هو انت لو صرفت 1000 جنيه اعلانات ورجع لك 2000 جنيه مبيعات، يعني بعت منتجات، انت صرفت 1000 جنيه اعلانات وعملت مبيعات، اجمالي المبيعات اللي تمت 2000 جنيه، يبقى بالتالي الريتيرن اون اد سبند 2 دولار 2 جنيه. تمام. يبقى الريتيرن اون اد سبند هو العائد على تكلفه الاعلانات، اللي هو انت صرفت 1000 جنيه جالك 2000 جنيه، يبقى الريتيرن اون اد سبند 2 جنيه. طيب دي اهم المتركس. يبقى بشكل عام قلنا نراجع تاني الاونلاين ماركتنج. الاونلاين ماركتنج هو التسويق باستخدام الانترنت، جزء من الديجيتال ماركتنج اللي هو التسويق باستخدام اللوحات الرقمية او الاجهزة الرقمية او الاجهزة الرقمية بشكل عام. وهما الاثنين جزء من الماركتنج، لان في بره هنا هتلاقي في هنا بي ار، في هنا سبونسرشيب، في هنا مش عارف ايه، حاجات كتيره جدا وانواع كتيره جدا هنلاقيها بره في الدايره البيضاء. الدايره البيضاء بتشكل لي او بتمثل لي الماركتنج الكبير، والدايره السوداء الديجيتال ماركتنج، والزرقاء الديجيتال ماركتنج، والدايره الحمراء هي الاونلاين ماركتنج. قلنا انواعه: سوشيال ميديا ماركتنج، التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي، تحسين محركات البحث، والبيبر كليك او اللي هو الترانك اللي هي جوجل ادز والحاجات دي. قلنا في عندنا التسويق بالمحتوى، في عندنا التسويق بالايميل، في عندنا التسويق بالعمولة. دول مش كل الانواع، لكن دول يعني الحاجات اللي هي بشكل عام يعني او معظمهم. مميزات الاونلاين ماركتنج اللي هو سهل ان انت تستهدف، متاح anytime anywhere، تكلفته تعتبر قليلة لحد ما، تقدر ان انت تقيسه وتحدد فعاليته، انتراكتيف، بيخلق كوميونيكيشن تشانلز او وسائل للتفاعل، تقدر ان انت تعدل عليه وتغيره برضه في اي وقت وفي اي مكان. قلنا ان الكامبين ستراكشر لاي بلاتفورم او بيبقى في الغالب كده مكون من كامبين تحتها ادسيتس، تحتهم ادز. الكامبين بنحدد فيها الهدف بتاعنا، الادسيت بنحدد فيها الجمهور المستهدف بتاعنا والبادجت اللي احنا عاوزين نصرفها. والبادجت فيه منها نوعين: في حد يقول لك انا عايز اللايف تايم بادجت، اللي هو انا هقول ان الكامبين كلها تشتغل اسبوع واصرف لي في الاسبوع 1000 جنيه مثلا. وفي الحاله دي البادجت بتتحدد في الكامبين ليفل مش في الادسيت ليفل. اوكي. وفي الديلي بادجت اللي هي العاديه اللي احنا كلنا او في الغالب بنشتغل بيها، اللي هي الديلي بادجت، اللي هو بقول له كل يوم اصرف لي 100 جنيه، او كل يوم اصرف لي 1000 جنيه، وهكذا. يبقى في الادسيت ليفل بنحدد البادجت، بنحدد الجمهور المستهدف بتاعنا، بنحدد المكان اللي عايزين الجمهور بتاعنا يروح له بعد ما يضغط على الاعلان، اللي هو يروح على ويب سايت ولا يروح على الماسنجر ولا هيروح على الابلكيشن ولا هيروح فين بالظبط. الاد ليفل بنحط فيه الصوره او الفيديو بتاعنا، بنحط فيه الكلام الكابشن اللي هو بيوصف المنتج والكلام ده، بنحط فيه الويب سايت يو ار ال بتاعنا. قلنا ان الاهداف بتاعتنا هي متقسمه للفانل اللي كنا اتكلمنا فيها، وفي الغالب موجوده في كل البلاتفورمز نفس الاهداف. طبعا الاهداف دي بتكون موجوده في كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، لكن لما نيجي نروح للبيبر كليك او الاعلانات على جوجل مثلا اللي هي جوجل ادز، فليها الاوبجكتيفز بتاعتها مختلفه شويه. لان انت في جوجل ادز انت الشخص اوريدي داخل بيسرش عن شركه تسويق، فانت بتظهر له، فبالتالي انت الاوبجكتيف بتاعك بتختار الكليك ان الشخص يضغط على الاعلان بتاعك، ده المين اوبجكتيف. في جوجل ادز بيكون في اوبجكتيفز تانية طبعا في الديسبلاي في جوجل، في مثلا ديسبلاي ادز اللي هو لما تكون داخل على ويب سايت او داخل على ابلكيشن بتلاقي فيه بانرات وفي اعلانات بتظهر لك، فده من ضمن الديسبلاي ادز. في عندنا الاعلان على اليوتيوب،
ده برضو بيكون موجود، بنعمله من خلال جوجل. في عندنا في عندنا انواع تانية، اللي هو لو عندك لوكيشن، يعني محل اوفلاين وعايز الناس تروح له، ففي عندنا اللي هو تختار اللوكيشن كاوبجكتيف وهكذا. فجوجل بيختلف لحد ما مع السوشيال ميديا بلاتفورمز، لكن نفس الكونسبت، مفيش تغيير كبير ولا حاجه. طيب، قلنا الاهداف بتاعتنا في مرحله الاويرنس نعرف يوصل لاكبر شريحه ممكنه من الناس. لو عندك محل اوفلاين او مكان اوفلاين وعايز الناس تروح له، بتختار بروموت بليسز. لو عندك ابلكيشن عايز الناس تدخل على جوجل بلاي تعمل له انستليشن. لو عايز الناس تروح للويب سايت بتاعك او تروح للابلكيشن بتاعك. لو عايز الناس تتفاعل مع البوستات بتاعتك او مع البيج بتاعتك. لو عايز الناس يشتركوا. لو عايز الناس يشوفوا الفيديو بتاعك. لو ما عندكش ويب سايت وعايز تجمع داتا او تبيع منتج، وعايز الشخص مجرد ما يضغط على الاعلان يطلع له بوب اب يقول له اكتب اسمك وايميلك وعنوانك وكده، تختار الليد جنريشن. الكونفرجن، لو عندك ابلكيشن وعايز الناس تدخل على الابلكيشن تاخد اكشن معين جوه الابلكيشن، فبتختار الاب كونفرجن. ممكن بنلاقي كتير جدا. ممكن يكون امازون مثلا عنده ابلكيشن، فانت لو عايز الناس تدخل تشتري من ابلكيشن امازون فتختار الاب كونفرجن. الويب سايت كونفرجن، لو عندك ويب سايت عايز الناس تدخل تشتري من عليه او عايز الناس تدخل تسجل على الكورس تختار الويب سايت كونفرجن. الكتالوج سيلز، لو عندك متجر الكتروني عليه منتجات كتيره فبتختار الكتالوج سيلز عشان يعرض لك اول ما يضغط على الاعلان يظهر له عدد معين من المنتجات، يبدا اللي هو يختار بينهم ويعرف اسعارهم. بعد ما بتعمل ببلشنج للكامبين بتبدا ان انت تتراك او تمونيتور العمليه ماشيه ازاي. تبدا تشوف يعني ايه الحاجات اللي حلوه وايه الحاجات اللي وحشه، وتسيب اللي حلو شغال وتزود له البادجت واللي وحش تقفله وهكذا. فبتظهر لك بالشكل ده، بيبدا يحط لك هنا اكتر من مترك. تكلفه، الوصول، الظهور، مش عارف ايه. وتبدا ان انت تترجم الحاجات دي وتشوف ايه التحسينات اللي انت ممكن تعملها. في ماتريكس تانية، طبعا في ماتريكس تانية كتيرة. بندوس هنا على كاستم كولومز وبنفتح بنفتح تيبل كبير كده وبتختار منه ماتريكس رهيبة وكتيرة جدا. مش الخمسة ستة اللي احنا بنتكلم عنهم دول بس، لا كتير جدا، لكن دول أهمهم. اللي هو الظهور، أو الوصول، آسف، الوصول، ودي الظهور اللي هو وصل لكام شخص وظهر كام شخص. التكلفة لكل 1000 ظهور قد إيه تقريبا. التكلفة لكل كليكة قد إيه. وهنا السي تي ار كام شخص شاف الإعلان وضغط عليه. وهنا السي بي بي تكلفة لكل مبيعة. طبعا بيكون في الكونفرجنز أو البريتشيسز كام مبيعة حصلت. والسي بي بي التكلفة لكل مبيعة حصلت. والكونفرجن ريت كام شخص دخل على الويب سايت واشترى. الرواز انت دفعت كام اعلانات وجالك كام. طيب، في حته احنا مثلا بنبدا ان احنا نحكم على التارجتنج بتاعنا، بنبدا نشوف يعني احنا مستهدفين الناس صح ولا لا. بنحكم عليها مثلا من ايه؟ بنبدا نحكم عليها بالسي بي ام. كل ما السي بي ام رفع كل ما كان الاستهداف بتاعك محتاج اللي هو يتعدل شويه. اللي هو مثلا السي بي م 1000 جنيه، أو مش 1000 جنيه، لا خلينا منطقيين شويه، يعني نقول 100 جنيه. فبالتالي كل 1000 ظهور بتدفع انت عليه 100 جنيه. فبالتالي محتاج ان انت ممكن تعدل شويه في الاستهداف بتاعك مثلا. طيب، السي بي سي كم شخص ضغط، او التكلفه لكل شخص ضغط. والسي تي ار كم شخص شاف الاعلان وراح للديستنيشن بتاعتك للويب سايت بتاعك. دول بنحكم بيها على جوده الاعلان، على جوده الصوره او على جوده الفيديو. يبقى احنا لو عايزين نعرف الاستهداف بتاعنا كويس ولا لا، فنختار مثلا السي بي ام يبقى المين مترك بتاعنا. طب السي تي ار لو عايزين نعرف الاعلان بتاعنا الصوره والفيديو حلوين ولا لا، فالسي تي ار ممكن يكون افضل. السي بي بي او الكونفرجن ريت، نعرف الويب سايت نفسه بقى. لما الشخص دخل على الويب سايت واللاندنج بيج اشترى ولا ما اشتراش. او كم شخص اشترى، يعني مثلا دخل 100 واشترى 10 فدي تعتبر نسبه كويسه. طب دخل 100 واشترى واحد فلا، دي نسبه مش كويسه خالص. فبالتالي في مشكله عندك في الموقع. ممكن يكون الموقع تقيل، ممكن يكون التسعير بتاعك مش كويس، محتاج ان انت تعدل التسعير. ممكن يكون
المنتج مش موجود، ممكن يكون في مشكله في الموقع بشكل ما، فبتبدا تحكم على الموقع. يبقى السي بي ام بيحكم لي على جوده الاستهداف، السي تي ار بيحكم لي على جوده الاعلان نفسه، الصوره والفيديو، الكونفرجن ريت بيحكم لي على جوده الويب سايت او التسعير. الرو اس اللي هو الريتيرن اون اد سبنت بيقول لك انت بشكل عام انت ربحان، او حلو ربحان دي انت بشكل عام كسبان من الاعلانات ولا. طبعا احنا قلنا هنا دي الداشبورد بتاعت كل بلاتفورم. في حاجات تانية بنستخدمها احنا عشان نعرف النتائج دي ونعمل تحليلات ورسومات والكلام الجميل ده. زي مثلا حاجة اسمها جوجل اناليتكس. بس دي حاجه ممكن نقول عليها إن هي حاجه ادفانسد شويه، مش مهم قوي إن احنا في البدايه نشغل دماغنا بيها. يبقى في حاجات تانية، في ميكس بانل وفي حاجات تانية، لكن خلينا بشكل عام نتكلم عن الداشبورد او نعتمد على الداشبورد بتاعت كل بلاتفورم، وهي وافيه وكافيه تقريبا. والاناليتكس وحاجات تانية لو عايزين حاجات معينه زياده، او لو انت شغال على اكتر من بلاتفورم وعايز تعرف انهي بلاتفورم اللي بعتها لك اللي جاي منها المبيعات او ايا كان من مكان واحد. يعني انت عايز تخش على جوجل اناليتكس وتعرف كل بلاتفورم جايبه لك كام اعلان. يعني انت شغال فيسبوك وشغال انستجرام وشغال تيك توك وشغال سناب شات وشغال جوجل ادز، عايز تعرف من مكان واحد المنصات دي كلها عامله ايه، كم مبيعه جت من الانستجرام وكم مبيعه جت من الفيس وكم مبيعه جت من هنا وكم مبيعه جت من هنا، يبقى من جوجل اناليتكس من مكان واحد. لكن بشكل مبدئي فده الداشبورد بتاع كل بلاتفورم كافيه. ده اتكلمنا عنها. بس ده بشكل عام حاولت ان انا اتكلم بشكل عام عن اساسيات التسويق الالكتروني. احنا محتاجين ايه علشان محتاجين ايه علشان نبدأ في التسويق الالكتروني، او نفهم يعني ايه اساسيات التسويق الالكتروني. ايه اهم القنوات اللي بنستخدمها، ايه اهم المتركس اللي بنتكلم فيها واللي بنبدأ ان احنا نحكم فيها على الاعلان وهكذا. طيب نبدأ بقى منين؟ السؤال المهم، نبدأ ازاي مثلا في الميديا باينج او في التسويق عبر الانترنت. ففي كورس لطيف اسمه مايند شيفت، ممكن نبقى نبعت اللينك بتاعه على الواتساب. الكورس ده كان لحد كام شهر، كان بيد، كان مدفوع، تدفع كان مدفوع، لكن اصحابه ربنا يجزيهم خير نزلوه على اليوتيوب فور فري. في حد تاني برضو اسمه محمود عمر. محمود عمر برضه عامل كورس بيتكلم فيه برضه عن التسويق الالكتروني، وبرضه هبعت اللينك بتاعه على على الواتساب. ممكن تدخل على ميديا باينج، على المايند شيفت ام سوري، او تدخل على محمود عمر وتشوف. يعني بس يعني تابع مع حاجه واحده، يا تتابع مع المايند شيفت او تتابع مع محمود عمر. احضر ساعه هنا واحضر ساعه هنا، او احضر حلقه هنا واحضر حلقه هنا، اللي تستريح لطريقه شرحه واللي تشوف فعلا اللي هو انت فاهم منه كمل معاه وسيب التاني. لكن ما تسمع شويه من هنا تسمع شويه من هنا وتلاقي في الاخر انت نفسك ما سمعتش حاجه. دول اهم اتنين. في حد تاني برضو اسمه باسم مجدي. لطيف برضو، طريقة شرحه مبسطة وسهلة جدا. ممكن تدخل عنده على الشانل بتاعته، هبعت برضو اللينك بتاعه. لكن أنا برجح تشتغل أو تذاكر مع يا مايند شيفت يا مع محمود عمر. لقيت الاتنين مش تمام، ممكن بقى تدخل على باسم مجدي وتشوف لو ارتحت ليه اشتغل معاه أو تابع معاه. دلوقتي اشوف الكومنتس لو في حد بيسأل على حاجة، وبعد كده لا نفتح المايك لو اي حد عايز بقى يسأل. البلان نعملها ازاي؟ ممكن تعيد النقطة تبعت الاونلاين مش واضحة كتير. طيب الاونلاين ماركتنج زي ما قلنا التسويق من خلال الانترنت. وحد هنا بيسأل بيقول النقطة بتاعت الاونلاين مش واضحة قوي. احنا قلنا ان انا عندي الماركتينج هو يعني جواه حاجات كتير جدا. في التسويق من خلال حاجه اسمها بي ار اللي هو البابليك ريليشنز، ان حد يعمل علاقات مع الناس ومش عارف ايه ويعرفهم بنفسه وكده. في السبونسر شيب احنا مثلا بنشوف لعيبه الكوره او نشوف الانديه او الحاجات دي بنلاقيهم مثلا حاطين هنا كده على التيشيرت، حاطين مثلا جهينه، حاطين مش عارف ايه، فده يعتبر سبونسر شيب. في انواع كتيره من التسويق. من ضمن انواع التسويق الديجيتال ماركتنج. الديجيتال ماركتنج اللي هو التسويق من خلال الاجهزه الرقميه. الاجهزه الرقميه اللي هي الموبايل، اللي هي التلفزيون، اللي هي الراديو،
اللي هي اللوح او اليافط اللي بتكون موجوده في الشوارع الرقميه، اللي هي بيبقى مكتوب فيها كلام، الكلام عمال يظهر ويختفي ومش عارف ايه، اللي هي بنسميها البيل بوردز. فدي كلها اجهزه رقميه. ده التسويق الرقمي. من ضمن التسويق الرقمي التسويق الالكتروني. يعني كل تسويق الكتروني هو تسويق رقمي، او الاونلاين ماركتنج هو تسويق رقمي. لكن مش كل التسويق الرقمي تسويق الكتروني. التسويق الالكتروني او الاونلاين ماركتنج يشترط ان يكون في انترنت، اللي هو انت شغال بالسوشيال ميديا، فده تسويق اونلاين. اعلاناتك على زي ما قلنا السوشيال ميديا، الاعلانات على اليوتيوب، الاعلانات على جوجل، الكلام ده كله تسويق اونلاين. اما التسويق الرقمي فاتكلمنا فيه. طب حضرتك انا بدات ميديا باينج على طول، فلازم ارجع للتسويق الاساسي ولا اكمل عادي؟ ولو هرجع حضرتك ينفع ترشح لي اعمل ايه؟ اسمع انهي كورس في الاساسيات بتاعت التسويق التقليدي يكون مجاني؟ طيب يا احمد، انت هو احنا بنقول ان يفضل ان انت تكون فاهم تسويق تقليدي او تراديشنال ماركتنج قبل ما تبدا في التسويق الالكتروني. انت بدات في التسويق الالكتروني لقيت نفسك شغال في عادي. انا بصراحه بدات في التسويق الالكتروني على طول. فهو مش شرط، مش اساسي. لكن يفضل ان انت تبدا وتكون عارف يعني ايه اصلا تسويق، تدرس تسويق عادي. في دكتور ايهاب مسلم، في شخص جميل جدا، اكتبه، اسمه مصطفى عثمان. بيتكلم تقريبا في النقط اللي انا اتكلمت فيها بشكل جميل جدا. مصطفى عثمان ممكن تتابعه. وفي دكتور ايهاب مسلم ده طبعا علامه ما شاء الله، يعني معروف جدا في التسويق في التسويق العادي التراديشنال ماركتنج. فممكن ترجع ليه دكتور ايهاب مسلم. اكتب على الفيسبوك ايهاب مسلم او اكتب على اليوتيوب ايهاب مسلم، هتلاقي ليه حلقات كتيره جدا وبودكاست كتيره جدا، وعنده برامج كتيره. في عنده بودكاست اسمه عياده الشركات، او تقريبا عياده الشركات. فبيتكلم فيه وبيستضيف فيه ناس كتيره، فممكن تتابع دكتور ايهاب مسلم. آه، الكوست بير ليد هي السي بي بي. احنا قلنا هي كوست بير اكوزيشن. الاكوزيشن ده بقى ممكن يكون بيرتشز، ممكن يكون ليد، ممكن يكون اي حاجه. فالهدف من السي بي اي او السي بي بي هو اللي هو يقول لك التكلفه لكل اكشن، التكلفه لكل مبيعه، التكلفه لكل ليد، التكلفه لكل ايا كان يعني. فالكوست بير ليد هو زيه زي السي بي بي. فانت ممكن تقول مثلا عليه سي بي ال. هسه انا عندي قناه على اليوتيوب كيف. هسه هسه انا عندي قناه على اليوتيوب كيف بدي اسوق لها وازود المشاهدات. المشاهدات عندي ما بتتعدى 1000 مشاهده. اللي حكيته انا عاملهم تقريبا ممكن تفيدنا صح. التسويق على اليوتيوب، لو انت عايز تبعت ترافيك او مشاهدات على اليوتيوب، فانت بتستخدم بتخش على جوجل ادز وبتختار من جوجل ادز اللي هو اليوتيوب ماركتنج او الفيديو ماركتنج او الفيديو اوبجيكتيف. وبتبدا اللي هو تسوق بقى، تحط اللينك بتاع الفيديو اللي انت عايز تسوق له. زي ما قلنا احنا جوجل في اكتر من حاجه. في التسويق في جوجل السيرش انجن، اللي هو تسرش لما حد يعمل سيرش فانت تظهر له. في التسويق عبر اليوتيوب، في التسويق عبر اللي هو الديسبلاي ادز. في اكتر من حاجه. فانت ادخل واختار اليوتيوب وابدا حط بقى اللينك بتاعك والكلمات المفتاحيه والحاجات دي كلها. ممكن برضو تدخل على اليوتيوب وتكتب التسويق لليوتيوب، وهتلاقي ناس بتتكلم عن الموضوع بشكل مفصل. لكن طالما انت شغال على اليوتيوب، فما تروحش للسوشيال ميديا وتقول انا هعمل اعلان على الفيسبوك مثلا او كذا. لا، طالما شغال على اليوتيوب فروح للمنصه نفسها اللي هي اليوتيوب، لان اللي هي جوجل، لان اليوتيوب اصلا تابع لجوجل. فبالتالي يا شمس هتستخدمي جوجل ادز. انا مش مهتم بالموضوع كمجال عمل عام، ان انا مهتم فيه كاساسيات بحيث استفيد منه بمشروعي الخاص، اقدر اتعامل مع المختصين واقدر افهم ما يقولون واقدر اعمل الشيء الاساسي البسيط دون اخطاء جسيمه. اروح فين؟ صهيب الكلاليب. ماشي يا صهيب. احنا اتكلمنا يا صهيب ان التسويق بشكل عام هو داخل اصلا في كل حاجه. تقريبا يعني هو اي حد يعني في تعاملاتنا اليوميه احنا بنعدي على التسويق. احنا لما ندخل سوبر ماركت نختار ازازه ميه، فاحنا ده تسويق. احنا بناء على ايه اخترنا ازازه الميه دي؟ ما اخترناش ازازه الميه دي. بنبدا نقول ان ازازه الميه دي رخيصه فانا هاخدها. واحد تاني يقول لك لا، ده ازازه الميه دي اغلى. انا هجيب ازازه الميه الغاليه دي عشان الباكجينج بتاع ازازه الميه جميل جدا،
فهيدي امبريشن عني ان انا حد غني او ان انا حد تقيل، فبالتالي هيخلي الايمج بتاعتي في مكان تاني. فالتسويق داخل في كل حاجة في معاملاتنا اليومية، في تسويق. فالتسويق موجود في كل حاجة. فمش بس عشان تتعامل او مش هنستخدمه كمجال فاحنا كده مش هنتعلمه، لا احنا لازم نتعلم التسويق، لان زي ما قلنا بنستخدمه حتى في تعاملاتنا اليومية. تبدأ منين؟ زي ما قلنا دكتور إيهاب مسلم ده الشخص اللي أنا أرشحه. بيتكلم في التسويق بشكل كبير بشكل مفصل، وليه يعني فيديوهات كتيرة جدا وكورسات كتيرة جدا جدا. ويمكن هو بمناسبة الوايت فرايدي هو عامل اوفر أصلا على الكورس بتاعه. مش عارف حقيقي تكلفته كام حاليا، لكن هو عامل عليه اوفر حاليا. انا مبلش شغل فريلانسر، كيف ممكن ازيد عدد المتابعين على صفحه الانستجرام وابلش اعرض شغل الناس اكتر؟ طيب، صفحه الانستجرام ملهاش. الفيسبوك انت ممكن تدخل على البلاتفورم بتاعت الفيسبوك وتقول له انا عاوز ناس، او عايز ازود عدد اللايكات على الفيسبوك. كذلك على التيك توك ممكن تدخل وتقول له انا عايز ازود عدد الفولورز على التيك توك. لكن الانستجرام لا، الانستجرام ما فيهوش الاوبشن ده. مش بتقول له انا عايز ازود عدد الفولورز على الانستجرام، مش متاح. المتاح للانستجرام اللي هو بيبعت فيزيتس او زيارات للبيج بتاعت الانستجرام. اوكي. فبالتالي احنا بنستخدم حاجات تانية غير دي، اللي هو ازاي بنبدأ نعمل استراتيجيز مختلفة. نبدأ نتعامل مع انفلونسرز، نبدأ نروح للمؤثرين نقول لهم اتكلموا. لو انا مثلا بعرض منتج معين فانا بروح لمؤثر مشهور عنده عدد كبير من الفولورز ومعروف، ابدا اقول له خد المنتج. اتفق معاه سواء كنت بديله المنتج بتاعي كهديه او سواء كنت بديله فلوس او ايا كان الاتفاق معاه بقى، يعني ده بيزد عليك انت وهو بتتفقوا ازاي مع بعض. بيبدأ هو يعمل اعلان عن المنتج بتاعك او يدي ريفيو عن المنتج بتاعك. يا جماعة والله المنتج ده الساعة بتاعته جميلة جدا وسعرها مناسب وبيعرض ساعات ممتازة جدا جدا. هسيب لكم اللينك بتاعه في البايو، ممكن تدخلوا عنده تعملوا فولو وتشوفوا هو بيشتغل ازاي، او تشوفوا المنتجات اللي عنده. فبيبدأ الناس، هو عنده فولورز كتير جدا، فبيبدأ الناس تدخل من عنده على عندك ويبدأ لهم يعملوا لك فولو. ممكن نعمل مسابقات. اعمل مثلا مسابقة اللي هو انا ممكن اعمل مسابقة اللي هو اعمل شير للبوست او للبيج بتاعتنا وخلي اصحابك مثلا يعملوا فولو لينا. والفايز الفايز هديله مثلا حاجة هدية، هديله مثلا ساعة. هيكسب الساعة بتاعتي انا مثلا شغال ساعات، فانا ممكن اقول الفايز هياخد ساعة فور فري. بس شرط ان انت تعمل انفيتيشن لاصحابك وتعمل شير للبوست والكلام ده. فدي الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها علشان نزود المتابعين للانستجرام. لكن بالاعلانات عشان نزود بشكل مباشر شغاله، لكن التكلفه بتاعتها بتكون عاليه جدا. يعني اللي هو انت لو هتجيب مثلا اللايك للفيسبوك مثلا بجنيه، فانت على الانستجرام ممكن تجيب الفولو الواحد ب5 جنيه مثلا يعني. فالتكلفه بتاعتها بتكون عاليه، فعشان كده احنا بنلجأ لحاجات تانية تكون مختلفه. ده بشكل عام ازاي نزود المتابعين على الانستجرام. بس مفيش تقريبا حد تاني باعت اسئله. فلو في حد عايز يسأل عن حاجه تانية يبعت على الشات او يفتح المايك ويتكلم او يقول له عايز ايه.